2025، أي بزيادة قدرها 9 المليارات ديال الدرهم مقارنة بميزانية 2024. وهذا كيعكس التزام المملكة بتعزيز قدرتها الدفاعية والردعية في ظل التوترات الإقليمية والدولية. الهدف من رفع الميزانية هو تحديث المعدات العسكرية وتعزيز القدرات ديال القوات المسلحة الملكية، وكذا تطوير صناعات دفاعية محلية. والهدف الأساسي هو حماية السيادة الوطنية، تأمين الحدود، ومواكبة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، بما فيها مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، ومواجهة التحديات البحرية والجوية. بهذه الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، المغرب كيأكد أنه كيشوف بعيد وكيسعى يعزز الموقع ديالو كقوة إقليمية قادرة على حماية المصالح ديالها الوطنية والسيادية. وكذا تطوير القوات المسلحة الملكية راه ماشي غير خيار استراتيجي، بل هو ضرورة فرضتها التحولات